وأنا بشكر 2 بس وقفوا مع هذا الفريق، 2 فقط دعموا هذا الفريق. المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد، وإعلامي واحد مدحت شلبي. لكن هذا الفريق ولد يتيما، ولد يتيما بفعل فاعل. وانا لما بتكلم انا ما بتحججش، انا بتحمل المسؤولية كاملة، لكن اللي انا بقوله ده حقيقة. هذا الفريق ولد يتيما، هذا الفريق لم يجد من يدعمه بحق، وهذا منتخب مصر. قيل قبل ان نأتي انها مباريات ودية وليست مباريات رسمية، وأي حد من السادة الموجودين مصري سمع هذا الكلام. 15 فريق هنا وقفوا الدوري عشان كل واحد يستعين بأفضل لعيبة في الدوري، ما عدا الدوري المصري لم يقف لأنها بطولة ودية، والدوري أهم من المنتخب مصر. لك أن تتخيل هذا ما قيل من أحد المسؤولين، وإحنا اللي بنتحمل. أنا بتحمل المسؤولية، بتحمل مسؤولية اللعيبة دي، بس بتحمل مسؤولية الفريق ده. لكن هناك أمور ضروري أن تحسم بالنسبة لكرة القدم في مصر. نفتح باب الأسئلة، مو أنت اللي تحدد، الله يبارك فيك. نفتح باب الأسئلة وأرجو الاختصار عشان الوقت والكل ياخذ مساحة من الموضوع. دائما نكرر هذا الموضوع. نبدأ عندكم، تفضل. عرض لك كابتن حلمي. احنا حضرتك بتقول انه ما فيش حد دعم المنتخب الا 2 فقط. ايوه. انا بقول لحضرتك كصحفي مصري، قلت لك في اول يوم هنا في قطر نحن هنا لدعم المنتخب المصري. لا انا اسف، لا انت فهمت غلط. انا قبل ما اجي، انا قلت قبل ما اجي هنا لم يدعمني احد غير 2 في مصر. لكن الجماهير وحضراتكم على عيني وعلى راس، الجماهير هنا وفي مصر على عيني وعلى راسي. لكن لا اقصد ابدا حضراتكم او الجماهير. الجماهير دي داعمة طول الوقت سواء هناك او هنا.